هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة. حين تختار أن تعيش بلا مقارنة، لا يهمك أن تملك أكثر، ولا أن تبدو أجمل، ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك. تعيش ببساطة وصدق، فتصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدى وأجمل. والله العظيم إذا وصلت لمرحلة في حياتك إنك ما تقارن نفسك مع غيرك بأي شيء، في رزق، في شكل، في جمال، في منصب، في حياة اجتماعية، في صداقات، في أي حاجة، والله العلي العظيم إنك تعيش إنسان سعيد من الداخل. ليه؟ لأنك ما حطيت نفسك في المقارنة. ترى المقارنة صعبة جدا، صعبة، وتتعب النفس وتتعب الناس اللي حوالينك. لا تقارن نفسك بالشخص، هذا طريقة غير طريقك، هذا الله رزقه شيء، هذا الله عطاه جمال، هذا الله عطاه مال، هذا الله عطاه كذا، أنت الله عطاك أشياء. شوف النعمة اللي عندك، فلا تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك. لا تقارن نفسك بأشياء أنت الله كاتب لك هذا الشيء، الله معطيك هذا الأمر، الله كاتب لك هذا الرزق. أحمد الله بس، لا تقارن نفسك. هذا قصته غير قصتك، هذا رزقه غير، هذا حياته غير حياتك. من اللي كتب هذا كله؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تقارن نفسك بغيرك، أنت صير نفسك الأفضل. إذا تبي تقارن نفسك، قارن نفسك بنفسك. والله العظيم أنت شوف نفسك الأفضل، اسعى أنك تكون الأفضل، طور من نفسك ومن ذاتك. بس لا تقارن نفسك أبد من الناس اللي حوالينك. وليه هذا كذا، وليه هذا كذا، وأنا كذا، وانت قاعد بس مجرد قاعد تقارن العالم وما راح تستفيد ولا شيء. نصيحة: ابعد عن المقارنات نهائيا.